بسم الله وعلى بركة الله. نبدي وياكم فيديو اليوم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم بخير وبأحسن الأحوال يا ربي. ورجعت لكم بفيديو جديد ويوم من يومياتي البسيطة، إن شاء الله يا ربي يعجبكم. وبلشت وياكم بالدجاجة، راح أتبلها حتى نسويها للفطور، لأن مثل ما تعرفون هاي الأيام الرجبية المباركة الحلوة إحنا صايمين، فراح أحضر الفطور. والتتبيلة مال الدجاج سويتها من وقت، يعني تقريبا من الساعة 12. عندي دجاجة كاملة قطعتها قطع صغيرة أو صغيرة مثل ما تشوفون. خليت عليها نص خاشوقة معجون ولبن، وخليت طبعا أكيد لبن ناشف، وخليت خل، وخليت عليها ثرمة ثوم ناعم، وأكيد التوابل مثل ما شفتوا يا حبايبي، بابريكا وبهارات دجاج، بهارات التتبيلة و7 بهارات، وخليت أكيد ملح ولا مندوزي، بعد ما أعرف يمكن ناسية شي. المهم حبايبي، هي هاي التتبيلة اللي سويتها، بس بالضرورة إنه تكون التتبيلة يعني أهم عناصر بيها اللبن والخل والثوم. بنات ينطون نكهة للدجاج يجنن، وكل ما تعطل الدجاج بهاي التتبيلة يطلع عندكم يخبل. المهم حبايبي، راح نخلي تتبيلتنا مال الدجاجة على صفحة. وأكيد هنا خليت يعني بعد ما امتصت، تعرفون بعد من الساعة 12. فهنا قريب للفطور بديت أجهز شغلات الفطور. طبعا خليت الدجاج بالفرن، أكيد خليت وياه قطع بوتيتا وقطع بصل. وهنا حبايبي راح أسوي معكرونية. طبعا هاي المعكرونية على طريقتي تجنن بنات، كلش طيبة. هنا عندي حمسة فلفل أخضر وحمسة بصل، وأكيد شوية ثوم، وحمست وياهم معجون. وهنا عندي بهارات كاري، وخليت لهم تتبيلة الدجاج وبابريكا، وأكيد هم راح أضيف الملح. حمست عندي هاي الخضروات كل الزين، حمست وياهم المعجون، وطبعا راح أحمسهم كل الزين. وأني طبعا هنا يعني بهالأثناء أنا سالقة المعكرونية على صفحة. فعندي المعكرونية مستوية، وهسه بديت من بعد ما أخذت حمسة هاي الصلصة كل الزين، ضفت عليها شوية ماي. راح أخليها تتسبك وتقوم تتكتك شوية. شوفوا هنا عندي المعكرونية مستوية، راح أصفيها بنات وأخليها بالتتبيلة من بعد ما يعني تتسبك عندي التتبيلة أو الصلصة. وهنا شوفوا شلون الصلصة بدت يعني جهزت عندي، بس مجرد خليت لها مكعب ماجي. هم بنات ينطيها في الطعم كلش طيب. فهنا جهزت عندي الصلصة، هسه راح أبدي أضيف المعكرونية. طبعا بما انه ذكرنا انه هاي الايام مباركة وكلش حلوة، واكيد احنا نسميها الايام البيض، يعني ايام صيام وعبادات ودعوات، ان شاء الله مستجابة كل دعواتنا ودعواتكم. وايام يعني ولادات الاقمار، ولادة امير المؤمنين عليه السلام. يعني نحب إنه نذكر طلبتنا الحبايب الأعزاء، إن شاء الله يا ربي يكون النجاح حليفهم ويوفقهم. مثل ما تعرفون الامتحانات مال الصفوف الأولية مال الابتدائية خلصوا، يعني أنا جوجو خلصت، كملت عندي من ذاك الأسبوع. فبدوا مرحلة المتوسطة، وهم مو بدوا، يعني حاليا هم يمكن في نصف الامتحانات. أنا عندي إعدادية ومتوسطة وابتدائية، عندي سادس، عندي ثاني متوسط، وعندي رابع إعدادي. فنتمنى إنه الله يوفقهم بهاي الأيام المباركة، وإنه ينور عقلهم ويفتح بوجوههم، ويكون النجاح حليفهم. طبعا أولادنا وأولادكم، آمين يا رب العالمين. وهنا حبايبي مثل ما شفتوا خليت الجبن، طبعا نوعين جبن خليته على المعكرونية. خليت جبن الشيدر ينطيها طعم كلش طيب، وخليت جبنة موزاريلا، وتركتها على صفحة جهزت عندي.
طبعا أنا هنا مسوية شوربة عدس. بالإضافة لشوربة العدس راح أسوي شوربة الفطر. طبعا هاي شوربة مغلف يعني جاهز، مجرد إنه نفور مي، قلاصين مي، ضفنا المحتوى مال المغلف بالمي، ومثل ما تشوفون لازم نخلط بيها على نار هادئة شوية شوية، راح تثخن عندنا وتجهز. وهاي يا حبايب شوربة الفطر الجاهزة، طبعا كلش حبيتها بنات، وإن شاء الله دائما راح أجيبها. يعني هاي خليتها كطبق إضافي بالسفرة. المهم هسه جهزنا فطورنا حبايبي وصبينا والحمد لله، يعني سوينا خير من الله مثل ما تشوفون. تمن بالشعرية والمعكرونية بالجبن. عندنا هنا الدجاج مالتنا انشوى ويا البوتيتا والبصل، وما شاء الله يخبل طلع. شوربة العدس، شوربة الفطر، وأكيد سوينا زلاطة الخس والطماطة، والتمر بالسمسم أهم شي. هنا طبعا مثل ما تشوفون طلبت وحدة من يم أبو حسوني. وهاي كان لمتنا على الفطور، والحمد لله كله خير وبركة من رب العالمين. وأكيد ما ننسى العبادات، لأن إحنا أكيد مو بس على أكل. الحمد لله والشكر تممنا يومنا على خير. وأكيد من بعد ما فطرنا وكملنا التجأنا إلى الصلاة والعبادة، والحمد لله يا ربي كان يوم يعني حافل بالراحة النفسية. إن شاء الله يا ربي يتقبل من عندنا ومن عندكم، ويتقبل أدعيتنا وأدعيتكم، ويكون إن شاء الله صيام مقبول وذنب مغفور إن شاء الله. وهنا حابين نحتفل أو نسوي احتفالية حلوة بمولد أمير المؤمنين عليه السلام. وحابة أقول لكم يا حبايبي، وحابة أقول لكم بهذا اليوم المبارك والجميل متباركين بمولد أمير المؤمنين إمام المتقين أبا الحسن والحسين، إمامنا وأميرنا علي بن أبي طالب، فحل الفحول، زوج البتول، ابن عم الرسول عليه السلام. ربي يتقبل منا هذا القليل. بنات هاي كل سنة إحنا نحتفل بأئمتنا اللي إلهم مكانة كلش كبيرة قبل ما تكون بقلوبنا، مكانة كبيرة عند رب العالمين، ومكانة كبيرة في قلب رسولنا رسول الرحمة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فأكيد حبهم يجي من حب الله ومن حب الرسول. فيا رب يتقبل منا ومنكم، ونقول إن شاء الله متباركين، وإن شاء الله كل سنة وكل عام نجدد هذا العهد، وكل سنة وكل عام نحيي ذكراهم بمولدهم وباستشهادهم إن شاء الله. ربي يتقبل منا ومنكم حبايبي. طبعا هنا جبنا كيكة حلوة، وأكيد جهزنا هاي الحلويات والشموع حبايبي، وكانت قاعدة حلوة وبسيطة. وطبعا بهذا اليوم كانت أمي موجودة عندنا، وصارت اللمة حلوة، لمة عائلتي، زوجي وبناتي وأولادي وأمي الغالية حبيبة قلبي الله يحفظها، والله يحفظ كل عائلتي، والله يحفظكم حبايبي. فمن خلال هاي الشموع أحب أقول لكم إن شاء الله يا رب كل من طالب مراد وكل من عنده حاجة الله يقضي كل حوائجنا وحوائجكم ببركة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هنا جوجو طلبت مني إنه أقصلها من يم حرف العين، أقصلها الكيكة. قالت لي ماما أريد منا من الاسم على مود أطلب مرادي. شوفوا قد حلو بنات إنه أولادنا وبناتنا من صغرهم يتعلمون من عندنا هاي الشغلات الحلوة. فأني يعني قصيت لها من الاسم خصيصا. أريد ربي يتقبل إن شاء الله ببركة أمير المؤمنين وينطيها عافيتها إن شاء الله. ولهنا حبايبي وصلت وياكم نهاية هذا الفيديو البسيط. الله يتقبل منا ومنكم. مع السلامة، وانتظروني بفيديو